لغم لحم أو فطيرة لحم. طبعا هاي الفطيرة تنفع للعشاء أو الغداء، انتو بكيفكم. أنا احترت شنو اسميها، بس العجينة ما شاء الله تخبل وهشة وقطنية، لازم تجربوها. أنا هنا استعملت 3 أكواب ونص من الطحين الدقيق، استعملت 3 ملاعق كبيرة من السكر والحليب البودر، 1 1/2 ملعقة من الخمرة وملعقة صغيرة ملح. ضفت هنا بيضة واحدة، وراح أضيف كوب من المي الدافي بشكل تدريجي. نوعية الطحين تختلف من بيت لبيت. أنا هنا العجينة مالتي لازم تكون بهالشكل انه تلزق، احنا نريدها تلزق. هنا ضفت 3/4 كوب من الزيت وراح اعجنها. باعوا العجينة القوام مالتها شلونها يخبل. انا هنا راح اتركها ترتاح لمدة ساعة بحيث يتضاعف الحجم مالتها. بين ما تختمر العجينة أنا هنا حسوي الحشوة. عندي نص كيلو لحم مثروم، ضفت له راس بصل وضفت له فلفل بارد لونيون. من حمستهم ضفت 7 بهارات، فلفل أسود والملح وبهارات مشكلة للحم. وهنا الحشوة مالتنا صارت جاهزة. طبعا هنا العجينة همين اختمرت عندي، بس باعولي اياها اشقد صارت هشة وتخبل، باعولي القوام مالتها. طبعا هنا أنا راح أبدي أفتح العجين وأحشي بالحشوة اللي سويناها وأدخلها للفرن من جوا إلى أن تتحمر. بعد ما تتحمر هنا أنا راح أضيف عليها الجبن، أنتو بكيفكم. طبعا أنا هنا بعد ما سديتها خليتها بصينية وخليت ورق زبد جواها. هنا مسحتها من فوق بالحليب وسويتها بهالشكل وبالعافية.